هنا راديو الزمن الجميل. نعيد إليكم سحر الإذاعة ودفء الذكريات بصوت الزمن الجميل. استعدوا للاستمتاع بمسلسل إذاعي من كنوز الفن المصري الراقي. مراتي عصبية. مراتي عصبية تمثيلية من تأليف عزة السيد إبراهيم وإخراج أحمد كامل مرسي. الو، مكتب الأسطى حنفي المخدم؟ ايوه يا فندم. عاوز اكلم الأسطى حنفي من فضلك. انا الاسطى حنفي. اسمع يا أسطى حنفي، انا حرم عبد العال بيه. اهلا وسهلا ست هانم، ازاي الصحه يا ست هانم؟ الله يسلمك يا أسطى حنفي. اسمع يا فندم، يلزم خدمه يا ست هانم؟ طبعا يلزم خدمة، امال انا بضرب لك تليفون ليه؟ انا تحت امرك يا ست هانم. فين يا راجل الطباخة اللي موصياك عليها من يومين؟ والله لسه يا ست هانم، ربنا يسهل. وهيسهل امتى ان شاء الله؟ عندي طباخ كويس ابعته. انا طلبت طباخة ما قلتش طباخ. طب ما تزعليش يا ست هانم، اول ما هيتوفر الطلب بتاع سعادتك هبعته على طول. والخدامة اللي بدل البت فاطمة بكره ان شاء الله هتكون عندك يا ست هانم. انت متأكد يا أسطى حنفي؟ المسهل ربنا، ولو اني بقول يعني ان فاطمه احسن من غيرها، طيبه وبنت حلال وكويسه. يا شيخ دي طلعت روحي. سلامة روحك يا ست هانم، احنا خلصنا برضو. طب ما تنساش بقى تبعت لي الخدامة بكرة، والطباخة اوعى تنساها. حاضر يا ست هانم. أشكرك، نهارك سعيد. مش هنخلص احنا من الخدامين وقرف الخدامين. مالك يا سرايا؟ بتكلمي نفسك ليه؟ زهقت يا عبد العال، روحي بقت في مناخيري خلاص، ما عدتش طايقة نفسي. دايما عصبيه كده ليه بس؟ كفالة الشر. اف الخدامين يا عبد العال، الخدامين مطلعين عينيا. هاتي غيرهم يا حبيبتي. اجيب غيرهم منين؟ لو كانوا بيتباعوا كنت اشتريت دستة. دستة؟ ليه هما جمبري؟ امال اجيب غيرهم منين؟ تسمح تقول لي؟ من عند المخدم يا حبيبتي. اللي من عند المخدم ما بينفعوش. الخدام ولا الخدامة بتبقى مبسوطة ومستريحة 24 قيراط، ومع ذلك كلمة صغيرة يسيبوا الشغل ويتنوهم ماشيين. في الحالة دي لا يبقوا مبسوطين ولا مستريحين 24 ليه قيراط. بايس يا عبد العال بيه؟ لازم بيكونوا زعلانين من حاجة. هيزعلوا من ايه؟ اكلين شاربين نايمين، هيشتغلوا في بيت احسن من ده؟ امال ايه اللي يكون مزعلهم؟ انا عارفة بقى اسألهم. انت اللي حقك تسأليهم، لان المفروض ان علاقتك بيهم علاقة زي الزفت. وايه بس اللي مخليها زي الزفت؟ انا عارفة لك بقى، انت كمان ما تسيبني في حالي. كل اللي انا عاوزه اننا نناقش المشكلة دي بهدوء. واجيب الهدوء منين؟ طول ما في أزمة خدامين في البيت يبقى ما فيش هدوء. يبقى مفيش داعي للكلام في الموضوع ده دلوقتي يا سرايا. طبعا لانك مرتاح. لو كانوا الخدامين مطلعين عينيك زي ما هم مطلعين عينيا لا حول الله، لا حول الله. ان قلنا نناقش المشكلة بهدوء تقولي لا، وان قلنا ما انا ما قلتش لا. قلت مفيش هدوء يعني لا. مفيش هدوء معناها ما يبقاش لا. امال معناها ايوه ولا ايوه. يبقى معناها ايه اذا كان لا ايوه ولا لا؟ انت هتفتح لي محضر يا عبد العال. وبعدين بقى يا اخواتي بلاش اتكلم. وانا هيشاك يا اخي. بس لو تروقي دمك يا سرية. انا دمي كان رايق قبل ما تيجي. يعني انا اللي عكرته؟ طبعا، من ساعة ما دخلت الأوضة وانت بتستجوبني. الاقيها منك ولا من الخدامين؟ انا مش بستجوبك يا حبيبتي. ومن فضلك ما تقوليش يا حبيبتي، الكلمة دي بتنرفزني. بلاش يا حبيبتي مادام بتزعلك الكلمة دي. مش بتزعلني، بتنرفزني. انت ما بتفهمش عربي. وانا مش عاوز تتنرفزي. نرجع مرجوعنا لحكايه الخدامين. ايوه نعم. اتصلت بالمخدم؟ كنت بكلمه قبل ما تدخل. وقال لك ايه؟ هيبعت لي الخدامه اللي بدل فاطمه بكره. عال مبروك. والطباخ؟ ما عندوش الا طباخ دلوقتي. زي بعضه يا صاحبي. زي بعضه ازاي؟ انا عايزه طباخه مش طباخ. ما هو يا حبيبتي قلت لك 100 مره ما تقوليش يا حبيبتي. متاسف يا حبيبتي. وبعدين بقى معاك يا عبد العال. غلطت يا حبيبتي، غلطت. طب من فضلك ما تغلطش تاني. حاضر يا ها حاضر. بس ممكن اسالك سؤال؟ ايه هو؟ مش عاوزاني اقول لك يا حبيبتي ليه؟ لانك كذاب. انا كذاب؟ ايوه، لاني مش حبيبتك. ليه بقى؟ ولا عمرك حبيتني. بس قولي لي ليه؟ لان لو كنت حبيبتك صحيح زي ما بتقول كنت ريحتني. وانا مش مريحك يا لا، سيدي. لو كنت عايز تريحني كنت جبت لي خدامين من البلد. الكلام ده كان زمان يا سرايا. ليه ما يكونش دلوقتي؟ لان الدنيا اتغيرت. زمان كانوا الفلاحين بيخافوا مننا. اما كنت انده للخولي ولا للغفير ولا اي فلاح واقول له هات لي بنتك ولا ابنك يخدم عندي في مصر، ما كانش يستجري يقول لي لا، ما يقدرش. ودلوقتي يقول لي لا وعينيه تندب فيها رصاصه، وانا ما اقدرش اجبره زي الاول.
اصل الخدامين اللي بيجوا من البلد بيعمروا في البيوت، ومهما الواحده تعمل فيهم ما يقدروش يتنفسوا. كانوا كده الاول، لكن من يوم ما عرفوا انهم بني ادمين زينا زيهم ولهم حقوق زي ما لنا، ما بقاش حد يقدر يجبرهم على حاجه هم مش عاوزينها. طب والعمل؟ ما فيش قدامنا غير المخدم. ما قلت لك يا عبد العال الخدامين بتوع المخدم ما ينفعوش. حاولي انك تغيري معاملتك يا سرية. يعني ايه؟ يعني انت عصبيه شويه. عصبيه شويه؟ ايوه، يعني دايما تشخطي وتنطري وتزعقي، بلاش كده. وانا بعمل كده بكيفي يا عبد العال؟ ما هو غصب عني. عندك امبارح وانا رايحه لطنط سوسو قلت للاسطى مدبولي يحضر لي العربيه الكبيره. اتفضلي يا ست هانم. انا مش قلت لك تجيب لي العربيه الكبيره يا اسطى مدبولي؟ ما سمعتش يا ست هانم، لان ساعه ما قلتي لي. لا سمعت. لو كنت سمعت يا ست هانم كنت جبتها، وخصوصا انا حاسه السمع عندي. سمع ايه وزفت ايه؟ انت اطرش. الاطرش يا فندم هو الشخص اللي ما بيسمعش، وانا بسمع، بدليل ان سيادتك لما طلبت العربيه الصغيره. انا طلبت العربيه الكبيره مش الصغيره. على كل حال حصل خير، ارجع العربيه الصغيره واجيب الكبيره ما دام سيادتك غيرت رايك. انا ما غيرتش رايي، انا قلت لك الكبيره من الاول. المهم دلوقتي اني اروح اغير العربيه. يا جدع انت مش هتبطل فلسفه بقى؟ هركب دي وخلاص. وهي الفلسفه وحشه يا ست هانم؟ اتفضلي. حاسب حاسب، قفلت الباب على رجلي. انا متاسف يا ست هانم، لو كنت خدت بالي. ايه انت اعمى؟ اعمى؟ بالعكس يا ست هانم، انا حاسه النظر عندي قويه جدا لدرجه يا ست هانم، لدرجه انك كسرت رجلي. يا فندم انا ما خدتش بالي، وعلى كل حال جت سليمه. وايه اللي عرفك انها جت سليمه؟ مش جايز تكون اتكسرت؟ لا ما انكسرتش، لان من علامات الكسور يا جت ست هانم. كسر رقبتك، جت كسر راسك، كسر وسطك. كسر وسطي؟ الا كمان كسر وسطي. لا ملوش حق الاسطى مدبولي. اللي غزني انه اتعمد يقفل الباب على رجلي. يعني قصدها؟ علشان زعقت له اللي ما جابش العربيه الكبيره. جايز يكون ما سمعش يا سرية. انت هتعمل لي زيه انت راخر؟ بقول لك سمعني. طيب ما تزعليش. وبعد كده تقول لي بطل الشخط والنطر والزعيق. طيب وعم عثمان البواب؟ اقول لك ايه اللي عمله. يلزم خدمه تانية يا ست هانم؟ لا يا اسطى مدبولي، روح انت جرج العربيه. متشكر يا ست هانم. جرى ايه يا عثمان؟ نعم يا ست هانم. انت ما شفتش العربيه ساعه ما وقفت ولا ايه؟ شفتها يا فندم. وشفتني وانا نازله منها ولا لا؟ لا ما شفتكيش يا ست هانم. يا راجل بطل لقم، انت شايفني بعينيك دول اللي هياكلهم الدود. دود ايه يا ست هانم؟ ازاي ما توقفش على حيلك وانا داخله؟ انا ما شفتكيش الا دود كمان. انتوا فاهمين نفسكوا ايه؟ مش تحترموا الناس اللي بيوكلوكوا عيش؟ انا دود اهدى يا اخوي. ساعة ما تلاقوني جاية تعملوا نفسكم عمي وطرش. اللي اتأدب ترزي مطرحك. اترزيت. انا دود انا دود. ايه يا اخويا؟ ادي يا سيدي عثمان اللي بتقول عليه راجل طيب. لا ملوش حق يعمل كده. وبعدين تقول لي ابطل الشخط والنطر. يا شيخ دول فقعوا مرارتي. سلامة مرارتك يا لا ولا فاطمة. بالحق طردتيها ليه؟ طردتها علشان ستي مالك يا بنت يا فاطمة؟ الطباخة يا ستي عاوزة من حضرتك. تدخلي ازاي من غير ما تخبطي على الباب؟ اصل الطباخة يا ستي ردي على سؤالي قبل ما خبطتيش على الباب قبل ما تدخلي كده زي الصاروخ ليه؟ صاروخ يا ستي؟ ما خبطتيش على الباب ليه؟ باب ايه يا ستي؟ الباب اللي دخلت منه. امتى يا ستي؟ دلوقتي يا ستي؟ انت يا بنت لمي هدومك وتعالي حالا. هدومي يا ستي؟ ايوه هديك حسابك. حسابي يا ستي؟ امشي من قدامي، مش عايزه اشوف وشي. وشي يا ستي؟ امشي يا رقبتي يا ستي. ياه دي حاجة تطلع الروح. علشان تعذرني يا عبد العال. عذرك يا حبيبتي عذرك. لو كنت عذرني ما كنتش تحقق معايا. انا مش بحقق معاكي، انا عاوز اريحك. تريحني ازاي بقى؟ بقول يعني ايه؟ ما تنطق اتكلم، فلقتني انت راخر. يعني مش هتزعلي؟ لا مش هزعل، قول. بقول يعني يا اخي ما بلاش يعني دي وتتكلم على طول. بس يعني خايف احسن. اللهم طولك يا روح. ايه هو انت زي البنت فاطمه هي عليها عفريت يقول ايه صاروخ يا ستي، باب يا ستي، انت يا ستي، هدومي يا ستي، حسابي يا ستي، وانت عليك عفريت اسمه بس يعني بقول يعني يا حاكم يعني بتاع يعني ايه. انتوا هتجننوني. بلاش الكلمة دي مدام بتزعلي. قول عايز ايه؟ طلعت روحي. بقول ولا بلاش دي يعني حاولي انك تحكمي اعصابك شوية مع الخدامين ومعايا، لكن انا زي بعضه استحملك.
لكن هم مش ملزومين يستحملوك. لكن دي حاجه طه. معلش، تعالي على نفسك انت. يعني عايزني اعمل ايه؟ يعني كان ممكن مع فاطمه مثلا انك تفهميها بالذوق انها تاني مره تخبط على الباب قبل ما تدخل. لا، اترجاها احسن تخبط على الباب. وواحد زي عثمان البواب كنت تفهميه بلطافه برضه انه تاني مره يقف ساعه ما يشوف الجايه. ده اسمه عدم احترام. لا ابدا، ده اسمه جهل زي ما قلت لك. وانا ملزومه اعلمه بقى؟ برضه بكلمه رقيقه تاثير الخدام مهما كان شرس. يا شيخ، ده صنف ما ينفعش معاه الرقه. واما الفيلسوف مدبولي ده كان هيكسر لي رجلي يا عبد العال. معلش، والحمد لله جت سليمه، وما دام احنا محتاجين لهم لازم نستحمل تصرفاتهم يا سرية. طب وحل المشكله ايه بقى؟ الحل الوحيد هو اننا نعلمهم ازاي يحبونا. ازاي؟ اهي دي مشكله رخر. ولا مشكله ولا حاجه، نعاملهم كويس. واحنا بنعاملهم وحش؟ مش وحش، انما يعني نعاملهم احسن. احسن من كده ايه؟ قول فهمني. بالذوق. يعني انا ما عنديش ذوق؟ لا 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 لا، مش قصدي. امال قصدك ايه؟ يعني قصدي نعتبرهم بني ادمين. امال احنا بنعتبرهم ايه؟ احنا معتبرينهم مش عارف معتبرينهم ايه. اهو المهم نحسن معاملتهم والسلام ونجرب. اسمع يا عبد العال، انا خلاص زهقت وروحي بقت في مناخيري. خلاص يا حبيبتي، نسيب الموضوع ده لوقت تاني. أحبك وأضحي لحبك يا عز الحبايب. صباح الخير يا عبد العال. صباح الخير يا حياتي. مش البت فاطمة الخدامة رجعت؟ مبروك، اتاريكي صبحة تغني. لا، أنا مبسوطة لسبب تاني هقول لك عليه دلوقتي. لكن ايه اللي رجع فاطمة؟ المخدم لما ملقاش الخدامة الجديدة اللي قال لي عليها الجمعة اللي فاتت جت، قام بعت لي فاطمة مؤقتة. زي بعضه. قولي لي بقى، ايه بقى يا ستي سبب انبساطك؟ انت فاكر الكلام اللي قلته لي من جمعة بخصوص الخدامين؟ لا مش فاكر. مش اقترحت اننا نعاملهم كبني ادمين زينا زيهم علشان يقعدوا؟ ايوه صحيح. خلاص، انا نويت اسمع كلامك علشان اريح نفسي. تأكدي انهم مش هيسيبوكي بعد كده ابدا. يا ريت يا عبد العال، يا ريت ربنا يسمع منك. على فكرة، ايه اخبار الطباخة الجديدة؟ ام الخير اهي كويسة والسلام، بس اياك تقعد. طيب وهتعامليهم كبني ادمين ازاي بقى؟ شوف يا سيدي، ايوه، ملخص الفكرة هو اننا نثبت لهم اننا اصدقائهم كويس. وزي ما احنا ملزومين نوكلهم ونشربهم ونكسيهم، لازم كمان نغذي عقولهم. نغذي عقولهم؟ ودول عقولهم تتغذى بايه؟ بالثقافة. يعني هتفتحي لهم مدرسة؟ لا مش مدرسة. هتقعدي تعلميهم القراية والكتابة؟ ولا كده كمان. تقري لهم اخبار الجرايد كل يوم؟ لا. امال ايه؟ هعزمهم على السينما. سينما؟ ايوه، وهقطع لهم التذاكر وهم يروحوا. لكن يا سرايا، اسكت يا عبد العال، اسكت، ما تكسرش مقاديفي احسن، انا متحمسه قوي للفكره دي. اعملي اللي انت عاوزاه يا سرايا. دلوقتي هجمعهم هنا وانت اللي هتقول لهم. لكن دي فكرتك، ليه ما تقول لهمش انت؟ مش هبقى فاضيه، لاني هقعد اراقب التعبيرات اللي هتترسم على وشهم لما يعرفوا الخبر ده. يا سلام يا سلام يا عبد العال، مفيش في الدنيا ألذ من ان الانسان يحاول يسعد الطبقات الفقيره دي. سرايا جرالك ايه؟ انا اتغيرت يا عبد العال، اتغيرت قوي. للدرجه دي؟ ايوه يا عبد العال. تسمح تدق الجرس اللي جنبك؟ وفيلم ايه بقى اللي هتعزميهم عليه؟ لسه مش عارفه، انما لازم يكون فيلم مغذي. ضربتي الجرس يا ستي؟ ايوه يا فاطمه، تسمحي من فضلك تبعتي لي الطقم هنا. طقم يا ستي؟ ايوه، الخدامين خليهم يجوا كلهم. كلهم يا ستي؟ ايوه. ليه، حصل حاجه يا ستي؟ حصل كل خير. اصلهم بيفطروا يا ستي. لا بعد ما يفطروا خليهم يتفضلوا هنا. يتفضلوا؟ ايوه، وروحي انت يا حبيبتي كملي فطور. حبيبتي ستي، يا لهوي. لازم يكونوا فطروا دلوقتي يا عبد العال. دق الجرس. تفتكر الحكايه دي هتنفع يا عبد العال؟ والله انا ما جربتهاش قبل كده. اما لو ما تمرش فيهم بعد كل اللي عملته. هو انت لسه عملت حاجه يا سرايا؟ ما انا هعمل اهو. نعم يا ستي. هم فطروا ولا لسه؟ بيغسلوا ايديهم يا ستي. طب امشي نجري، قولي لهم يجوا اوام. انجر يا ستي؟ امشي بقول لك. ده حاضر يا ستي. ما تفقديش اعصابك كده يا سرايا. ما هيقعدوا يفطروا سنه يا عبد العال. اهي عصبيتك دي هي اللي هتبوظ مشروعك كله. هعمل ايه بس، ما هي حاجه تفلق. احسن جايين. الطقم يا ستي.
خليهم يتفضلوا يا فاطمه. اتفضلوا يا جماعه، اتفضلوا. صباح الخير. صباح النور، اتفضلي يا ام الخير. اتفضلوا كلكم. ايه دي حصل ايه؟ يا ترى ايه اللي حصل؟ نتفضل يا ستي. زيد فضلك يا ستي. اقعد يا عم عثمان على الكرسي اللي وراك ده. لا ابدا، ما يصحش نقعد قدامك يا ست هاني، لازم نقعد حصدوه. اقعد يا عم عثمان، وانت جنبه يا اسطى مدبولي. اشكرك يا سعاده البيه، ولو ان الجلوس امام الساده يعتبر عيب يعني. مستنيه ايه يا فاطمه؟ اقعدي جنب خالتك ام الخير. انا يا ستي. ايوه انت. من عينيا. ها كلكم قعدتوا خلاص؟ ايوه. اتكلم بقى يا عبد العال. اقول ايه يا سرية؟ حاجه يا اخي، اي حاجه. ايه الحكايه؟ انا سايب بوابه لوحديها. قول يا عبد العال. عاوزه اقوم اغسل طبقان الفطار. والنبي ده مع التلميع الارضيه النهارده. مستنيه ايه يا عبد العال؟ اديني هتكلم يا سرية، مصربعني كده ليه؟ ممكن يا فندم اغسل عربيه وارجع تاني؟ قبل ما اتكلم ايوه. عاوز اقول لكم ان دي فكره الست، وعلشان كده جمعناكم كلكم هنا. ممكن يا فندم نعرف ايه هي الفكره دي؟ ايوه ممكن. ملخص الفكره هي اننا ايوه اننا ايوه هنعزمكم. تعزمونا يا ستي؟ لازم على الغدا. يمكن على العشاء. وهتعزمونا على ايه كده ان شاء الله؟ العزومه مش على الغدا ولا على العشاء، على حاجه احسن من كده. هو في احسن من المنجريه؟ انا احب السمك. والنبي انا ما اتصور ريحته. السمك من الناحيه الغذائيه يحتوي على بعض المواد احنا النشويه. هنعزمكم على حاجه تغذي تشبع. هو السمك مفيش غيره. زي بعضه، سمك مش بطال. ما تعملوش حسابي والنبي يا سيدي. السمك على انواع، هناكل سمك نيلي ولا بحري؟ وان كان نيلي يبقى بلطي ولا بياض ولا قراميط؟ وان كان بحري عندكم انواع كتيره، مياس، مرجان، سمك موسى، عنفصيصه، ثم في كمان المساله ما فيهاش اكل يا جماعه، احنا هنعزمكم على السيمه. ايه؟ سيمة؟ ايه سيمه دي؟ فيها عزومه في السيمه؟ انا ما اقدرش اكل في السيمه دي. عمري ما سمعت ان العزومه تتعمل في السيمه. بيحصل كتير. انا قريت مره في كتاب على السينما. كل حال هي فكره الست انها تعزمكم على السيمه علشان تكونوا مبسوطين، يعني هي اللي هتقطع لكم التذاكر على حسابها. والنبي يا سيدي مبسوطين بوجودكم. اللي ما فيه عضله في وشهم اتحركت. طيب ما تساليهم عن شعورهم. ايه رايك يا فاطمه؟ انا يا ستي ايوه عاوزه رايي يا ستي. ايوه. انا هقول لك رايي بصراحه بس مكسوفه. لا ما تتكسفيش، احنا كلنا زي عيله واحده دلوقتي. عاوزه الحقيقه يا ستي، انا اصلي ما بروحش السينما لوحدي. امال بتروحي مع مين؟ مع خطيبي يا ستي. انت مخطوبه يا فاطمه؟ امال يا سيدي مخطوبه للنص فرج المكواجي اللي على الناصيه. غريبه، اول مره اسمع بالحكايه دي. ومن يوم ما اتخطبنا يا ستي اتفقنا ان محدش يتفسح لوحده ابدا. قصدك ايه بقى؟ قصدي اللي يجيب تذكره يجيب 2. كويس قوي، يعني نعمل حساب تذكره زياده. ايوه النبي. ايه رايك يا سرية؟ يعني هي من تذكره يا عبد العال زي بعضه. وانت رايك يا عم عثمان؟ تحب تتفرج على السيمه؟ سعادتك دلوقتي هتعزمنا عزومه تغذي، عزومه تشبع، ها؟ مظبوط. ازاي السيمه دي بقى تغذي وتشبع؟ انا مش فاهم. اصل السيمه بتغذي المخ زي الاكل ما بيغذي الجسم. لما تشوف فيلم كويس تقوم تستمخ. سعادتك عاوزنا استمخ مش كده؟ طبعا. التذكره دي بتاع السيمه تمنها كام قرش؟ 14 قرش ونص. يا جاهل مصطفى. امال ايه يا عم عثمان؟ علشان تنبسط. اذا كنت عاوزانا انبسط يا ست هانم صحيح هات الفلوس. عاوز تقطع التذكره بنفسك؟ لا يا ست هانم، انا هشتري به دخان مدغه. طب ما تخلي الدخان المدغى ده تشتريه من ماهيتك يا عثمان. زي بعضه، زياده الخير خيرين. طيب سيب عثمان دلوقتي نقنعه بعدين. وانت ايه رايك يا ام الخير؟ تحب تروح السيمه؟ ما اروحش ليه؟ بس انا عايزه اوضه في السيمه. اوضه؟ اوضه. الزغربي ليه يا ستي؟ هم بيأجروا اوض في السيمه؟ يكونش قصدي كلوش. انا عارفه بقى، اهي اوضه والسلام تلمنا انا وجوزي وولادي. بس احنا عازمين الجماعه اللي بيشتغلوا عندنا، وجوزك وولادك ما بيشتغلوش عندنا. وهو يعني المكواجي بتاع البت فاطمه بيشتغل عندكم؟ فاطمه هتكلفنا تذكره واحده زياده. وهو يعني انا هكلفكم ايه؟ هتكلفينا قد دول كلهم يا ام الخير. وايه يعني؟ طيب خليكي انت مع عثمان. انا ما اروحش مع عثمان. ليه؟ مال عثمان؟ مش عاجبك عثمان؟ لا ما يعجبنيش. عثمان سيرك وسيسيرك كمان. يا لهوي. الله. الله جرى ايه يا ام الخير؟ مين قال انك هتروحي مع عم عثمان؟ انت يا ستي. لا انا قصدي هنرجع نكلمكم في الموضوع تاني، بس لما نخلص من القسطى مدبولي راخر. ان كان كده معلش. ايه رايك انت بقى يا اسطى مدبولي؟ في ايه يا ست هانم؟ تحب تروح السينما؟
المسألة تتوقف على حاجات كتير. فمثلا أي سينما، وإذا عرفنا اسم السينما لازم كمان نعرف اسم الفيلم، وإذا عرفنا اسم الفيلم لازم نعرف نوعه، هل هو فيلم دراماتيكي ولا كوميديكي؟ وإذا عرفنا نوعه يواجهنا سؤال ثاني، هل هو فيلم كويس ولا وحش؟ فإذا كان كويس هل هو فيلم عربي ولا فرنجي؟ يا لهوي. وإذا كان عربي فمثلا يعني المسألة حيلك. ثم في سؤال تاني. طبعا، هل هي الحفلة دي اللي احنا معزومين فيها ماتينيه ولا سواري؟ مفيش سؤال كمان. في العزومة دي امتى؟ النهاردة، بكرة، بعد بكرة، حسب ظروف الإنسان. اسمع يا اسطى مدبولي، أفندم. احنا اللي عازمينكم، أيوة. واحنا اللي هنختار السينما، أيوة. واحنا اللي هنحدد يوم الفيلم واليوم اللي هتروحوا فيه. متأسف يا ست هانم، احنا اللي هنشوف الفيلم، ومادام كده يبقى احنا اللي هنختار السينما ونختار الفيلم ونوع الفيلم وميعاد الفيلم. المسألة مش نافعة يا عبد العال. انا شايف كده برضه. مسألة ايه يا فندم؟ جينا نعاملكم كويس لقيناكم ما تستاهلوش. يعني ايه ما نستاهلش؟ انا لا اقبل بتاتا. ايه الكلام دي اهانه. هو كان حد قال لكم ودونا سيما؟ ما تسيبونا في حالنا يا بدل اختي. ما نستاهلش بقى دوروا لكم على طباخه من دلوقتي. في داهية. انا كمان مش هستنى بعد الاهانه دي في 60. انا كمان هروح اشتغل في بيت تاني. الحمد لله، انا كنت جايه مؤقتا لحد ما اجيب لكم خدامه جديده، لكن ما دام مستخسرين فينا اجره السيما تبقى انتوا كمان ما تستاهلوش حد يخدمكم. اخرسي يا قليلة الادب. انا يا ستي امال عفريتك يلا في داهية من دلوقتي. هو اللي يقول الحق يكفر. انت كمان مطرود. ايه الحكايه؟ كله مطرود. وانت كمان مش عايز اشوف خلقتك. خلاص بس عجيز. وانت يا ابو الخير يلا بره كلكم بره. وبعدين يا عبد العال، من ساعة الخدامين ما خرجوا امبارح وانا لايصة في البيت. الشغل رياضه يا سرية. رياضة ايه وزفت ايه؟ عاوز اقطع نفسي يا عبد العال. اسمعي يا سرية، انا هعرض عليك حل عملي يريحك من ده كله. اذا كنت هتحولني على المخدم تاني وفر على نفسك. لا اسمعي، احنا لينا ايه في مصر؟ زي ما انت عارفه ملناش مصالح زي زمان. عايز تقول ايه؟ عاوز اقول ان مصالحنا كلها في الارياف جنب الارض بتاعتنا. ليه ما نسكنش في العزبه؟ لكن ده يريحني في ايه؟ هيريحك من ازمه الخدامين. انت بتقول انهم ما بيرضوش يخدموا دلوقتي. ما بيرضوش ولادهم يبعدوا عنهم، لكن لما يكونوا هناك جنبهم يخدموهم. بس انا ما استغناش عن مصر يا عبد العال. ومين قالك تستغني عن مصر؟ كل اسبوع نيجي نقعد هنا يوم ولا 2 وبعدين نرجع تاني. الله يعان، بدل ما نجيب الخدامين عندنا نروح احنا عندهم. احنا مش رايحين علشان الخدامين وبس يا سرية، احنا رايحين علشان ارضنا نشوفها وهي بتنزرع وبتنقرع. ده الاصول. الاصول ان كل صاحب ارض يعيش جنب ارضه ما دام ملوش مصالح هنا. على كل حال سيبني افكر في الموضوع ده يا عبد العال. محلاها عشت الفلاح متهني وقلبه مرتاح. صباح الخير يا سرية. يا صباح اللبن الحليب. الغنوة فلاحي والتشبيه ده فلاحي. افهم من كده انك وافقتي على اننا نعيش في البلد؟ طبعا، ما دام عيشتنا هناك هتريحنا. قوم حضر الشنط معايا. قوم كده على طول. هنستنى ايه ما دام مصلحتنا هناك؟ يلا يا حبيبتي. قدمنا لكم مراتي عصبية. مراتي عصبية تمثيلية من تأليف عزة السيد إبراهيم. قام بالتمثيل سناء جميل، أحمد الجزيري، عبد المنعم مدبولي، ليلى فهمي، حسين أنديل، عبد الحميد زكي، خيرية خيري، وساعد في الإخراج يوسف حجازي. التمثيلية من إخراج أحمد كامل مرسي.